ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارزقنا فيما جرت من المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الأطهار، وعن صحابته الأخيار، وعن التابعين وتابع التابعين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة أيها السادة. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الحليم القدير الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة، في هذا المسجد المبارك، في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاء وإمام المتقين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، ما زلنا في ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم فيما مضى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو هريرة إلى الناس، فرأى الناس منكبين في البيع والشراء، فقال: يا أيها الناس، فانتبهوا إليه، فقال لهم: ميراث الرسول يقسم في المسجد، وأنتم مشغولون في البيع والشراء في الدرهم والدينار. اذهبوا إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا مسرعين إلى المسجد، فلم يجدوا إلا حلق العلم تدرس وحلقات الذكر، فخرجوا وقالوا له: يا أبا هريرة، تقول ميراث النبي يقسم، لم نرى ذلك إلا حلقات علم، أين ميراث المصطفى؟ فقال له أبو هريرة: ويحكم، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العلم؟ نحن ما زلنا في ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإننا تكلمنا في الجمعة الماضية إن قريش استعدت ب3,000 مقاتل خرجوا من مكة بقيادة أبي سفيان للحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الثار بقتلاهم في بدر. خرجوا لحرب أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تكلمنا عنه في الجمعة الماضية.
شاء الله نكمل ما توقفنا عنه، فعيروني القلوب والأسماع، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون لهذا القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها السادة، بعدما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عمه العباس مكتوب فيها إن قريش استعدت وخرجت للحرب معك يا رسول الله، وفيها تفاصيل الحرب كاملة والعدد والعدة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشار أصحابه في ذلك فأصروا على القتال خارج المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تعداده 1000 مجاهد في سبيل الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجيش، وقبل وصوله إلى جيش المشركين وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يثير الشكوك ويثبط الهمم في صفوف المسلمين. رأس النفاق ابن سلول يثبط الهمم ويقول لهم إن محمد لم يخرج للقتال، إنما خرج لغزوة، وهكذا ويثبط بالهمم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنني سأرجع، وإذا رجعت سيرجع معي من يرجع. فرجع ابن سلول رأس النفاق وأرجع معه ثلث الجيش، 300 مقاتل رجع مع رأس النفاق ابن سلول، حتى إن الأوس والخزرج كادوا أن يرجعوا معهم لولا أن يثبتهم الله سبحانه وتعالى. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ثبتهم الله سبحانه وتعالى، حتى إن عبد الله بن حرام نادى على ابن سلول وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن سلول أترجع بثلث الجيش؟ ماذا تصنع؟ تعالوا معنا قاتلوا أو ادفعوا. فماذا رد عليه رأس النفاق؟ قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. رجع بثلث الجيش، وبقي من جيش النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل مجاهد في سبيل الله. صفى هذا الجيش من المنافقين، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد، منطقة جبل أحد، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعلي على الجبل. هذا الجبل طوله 25 كيلو والعرض 3 كيلو. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعلي، فارتج الجبل، ليس زلزالا إنما توقيرا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجبل ارتج احتراما وتوقيرا لأنه صعد عليه أعظم مخلوق وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارتج الجبل، فانحنى النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال اهدأ أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. فأخذ الجبل يهدأ رويدا رويدا. جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه جبل من جبال الجنة، أحد نحبه ويحبنا. فصعد النبي على هذا الجبل، وبعدما هدأ الجبل نظر النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لحرب قادمة مع قريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أريد 50 رجلا على هذا الجبل. فجاءوا ب50 رجل على هذا الجبل، وأوكلهم إلى قائد يسمى عبد الله بن جبير. ثم وقف النبي وقال لهم
إن رأيتمونا انتصرنا أو اغتنمنا لا تنزلوا من هذا الجبل، وإن رأيتمونا قد قتلنا وتقطعت أجلابنا ونزلت الطيور تأكل من أجسادنا فلا تنزلوا من هذا الجبل. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل في الميمنة المنذر بن عمرو ومعه لواء، وجعل في الميسرة الزبير بن العوام. حمزة بن عبد المطلب هو القائد للقوات المسلحة، والرسول عليه الصلاة والسلام هو القائد العام لهذه المعركة، ومعه علي والزبير. وجعل في مقدمة الحرب جعل كبار القادة من أشجع الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليصدوا هذا الحرب. وفي المقابل جيش المشركين ينظرون إليهم فإذا بهم ب3,000 مقاتل. أبو سفيان جعل في الميمنة 300 فارس بقيادة خالد بن الوليد، وفي الميسرة 700 مقاتل بقيادة عكرمة بن أبي جهل، وبقي 2000 بقيادته في قلب المعركة. والعجيب في هذا الأمر إن هؤلاء القادة الثلاثة أسلموا فيما بعد، وسيأتي الحديث عنهم: أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. وقبل بدء المعركة بلحظات ماذا قال النبي؟ حتى لا أطيل عليكم أكمل بعد جلسة الاستراحة. كل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وادعوا الله وأنتم مؤمنون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم النبي. أما بعد، قبل بدء المعركة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعد الجيش، بعدما جهزهم للقتال، وقف النبي يشجعهم إلى الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سل سيفه قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فجاء نفر من الصحابة فردهم. ثم قال النبي: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فجاء نفر من الصحابة فردهم. فقال النبي: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ثم قام أبو دجانة وقال: أنا يا رسول الله. وما حقه؟ قال: أن تضرب به وجوه المشركين حتى ينحني هذا السيف. فقال: أنا يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، وإذا بأبي دجانة يعصب على رأسه عصابة حمراء، ويأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويتبختر أمام جيش المسلمين. لماذا؟ ليري جيش المشركين حتى يرونهم بأنهم لا يخافون منهم. أخذ يتبختر أمام صفوف المسلمين ليراه المشركين إنهم غير خائفين. أخذ بهذه المشية، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي الصحابة بدرس في الكبر والتواضع. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يراه يتبختر فقال: إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموضع. إن الله يبغض هذه المشية التبختر إلا في هذا الموضع. لماذا؟ ليخيف العدو بأنهم غير خائفين منهم. أبو سفيان استعد إلى الحرب بعدما وزع الكتائب والألوية على القادة. اقترب من جيش المسلمين ونادى على الأوس والخزرج وقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتركونا مع ابن عمنا، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يزعزعهم.
يريد أن يخلخل الصفوف، فردوا عليه ردا حتى أسكتوه. ثم لحقه أبو عامر، هذا الرجل كان سيد للأوس، لحق بالمشركين، ثم جاء إلى الأوس وقال لهم: أيها الأوس، أنا أبو عامر، ألا تعرفونني؟ فقالوا له: قبحك الله، قبحك الله، ارجع، ماذا تريد منا؟ أن نترك رسول الله؟ أنت عدو الله، ارجع إلى قومك. فقال: قد أصاب قومي ما أصابهم من بعدي. وقبل بدء المعركة بلحظات ماذا حدث؟ نحن وصلنا إلى المعركة، والمعركة فيها تفاصيل دقيقة وعميقة وأمور جديدة ربما لم نسمعها، ويضيف فيها الكلام. إن شاء الله أتكلم عن هذا في الجمعة القادمة. لكن قبل أن أغادر هذا المكان أريد أن أذكركم بحلقة الوصل بين هذه المعركة. في هذه المعركة ما حلقة الوصل بين الجمعة الماضية وهذه الجمعة والجمعة القادمة؟ هي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة حينما جاءته الرسالة من عمه العباس اجتمع بالصحابة، وكان يوم الجمعة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت رؤيا. قالوا: خيرا يا رسول الله. قال النبي: إني رأيت أبقار تذبح، وسيفي سقطت منه ثلما، وكأن يدي أضعها في درع حصينة. فقالوا الصحابة: خيرا يا رسول الله، بماذا أولتها؟ فقال النبي: أما الأبقار التي تذبح فإن نفرا من أصحابي سوف يقتلون، وأما الثلمة التي تقع من سيفي فإنه رجل من أهل بيتي سيقتل، وأما الذرع الحصينة فإنها المدينة المنورة، وإني أشير عليكم أن تقاتلوهم في المدينة، ولكنهم أبوا، ونزل على رأي ومشورة حمزة بن عبد المطلب وبعض الصحابة أن يقاتلوهم خارج المدينة. فكيف تحققت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحرب؟ وماذا حدث للصحابة؟ وماذا كان من الانتصار؟ هل هو الانتصار للمسلمين أم للمشركين؟ كل هذه التفاصيل نعرفها إن شاء الله في الجمعة القادمة إن مد الله بأعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين والقوة المتين. اللهم ثبت المؤمنين الكبار، وشتت الكفرة الفجرة أي شتات. اللهم احصهم عددا وأبدهم بددا، ولا تغادرهم أحدا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. ارفع مقتك وغضبك عنا، اكرمنا ولا تهنا، ارفعنا ولا تضعنا، زدنا ولا تنقصنا. أدبتنا بما جرى يكفينا، يا ربنا كف الأذى عنا فقد أوذينا. اللهم نسألك أن تؤمنا في مساجدنا، أمنا في مساجدنا، أمنا في طرقنا، أمنا في شوارعنا، أمنا في كل مكان. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم كن لنا وكن للمستضعفين في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين يا الله. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لهمومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. ذكرنا اللهم منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بارك بهذه الوجوه الطيبة النيرة التي جاءت تستمع لهذا القول فتتبع احسنه. اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في تجاراتهم، اللهم احفظهم وأولادهم ونساءهم.
اللهم وادفع عنا وعنهم الوباء والبلاء وسائر المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم